السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا شباب؟ والنهاردة هنتكلم على ماتش مصر والمغرب. مش عارف ابدأ منين بصراحة، عشان انا اتضايقت بصراحة في الماتش ده. وحتى انا طالع متأخر يعني بعد الماتش على طول، عشان حاجات مضايقاني من ناحية الماتش. وانت كده كده عارف، انت لما بتلعب في المغرب او كده هتقول لي بقى تحكيم او بتاع. لا، المشكلة استفزازية من ناحية عامة، ان انت اللعيبة اللي بترمي الكورة واللي بتدي الكورة اصلا للعيبه، وتهور لعيبه المصري. هتقول لي دول الحاجتين اللي مضايقينك؟ اوكي كده الحكم، انت كده حاجه ما تضايقكش عشان انت متعود اللي في افريقيا ده اللي بيحصل. بس انت اللي بيضايقك اللي انت بتلعب بطريقه كويسه وبيضيع بمجهودات فرديه او غلطات فرديه، عشان انت مش متوقع اصلا اللي هيحصل في الماتش ده، ومش متوقع اللي انت هتخش في اجواء في الماتش ده، عشان انت اللعيبه اصلا ما حسيتش بده. ولازم تتعود، وده سبب العيب الدوري المصري، اللي انت ما فيش جماهير، ما فيش مش عارف ايه، فانت كله بيلعب براحته. يعني انت لو تاخد بالك، مصر وهي بتلعب اصلا بدون جماهير هتنفخ المغرب. ما اعتقدش ان هم يوصلوا لحد ركلات الترجيح، حتى لو الواد مطرود اللي اسمه محمود صابر، الواد اللي هو يعني الله ينور عليه، الواد عمل اللي عليه وجاب جون، يعني فاهم، صاروخي جون عجبني قوي. ايه ابدا الواد اداها له، بس انا فرحة الجون برضو انا مضايقه، يعني مش حاسسها برضو، انا ما اكذبش عليك انا مش حاسسها. بس انت المشكله برضو في ايه؟ اللي الواد دخل غشيمه على عبد الصمد الزلزولي، داخله يعني هي طرد باينه بصراحه، هي طرد خلاص. بيبين لك بقى بالماتش اللي ابراهيم عادل ده حرفيا يا جدعان، يعني حرام. بص انت عبد الصمد الزلزولي، انت بص بتشوفه اهو، ما عملش حاجه في الماتش النهارده. بص بقى على ابراهيم عادل، الراجل بيلعب لوحده. شفت حرفيا اللي انت ايه؟ ابتكار، مش ابتكار. فاكر انت ايام كولر، كوبر بيقول لك العب لصلاح اما كان ايام في روما، هو دلوقتي العب لابراهيم. ابراهيم عمره ما خذلك بالطريقه اصلا في الماتش ده، وانت كنت تحتاجه. ولو كان في حد كان يقدر يساعده شويه ما كانش فيه. هتقول لي يا جدع ده كان الواد فيصل واسامه فيصل وبتاع. هو لاعب يعني بيعرف يعمل كنترول بس، فاهم، ولا بيعرف يجري كتير ولا. والماتش برضو هو متعود برضه على السيناريوهات اللي هي زي كده، بس اللعيبه كلها متفاجئه يعني زي كوكا ده، انت المفروض متعود ما بتلعبش بس عارف النظام وبتلعب في النادي الاهلي. على برضه ممكن اعذره بصراحه الحارس بالكوره اللي هي جت الجون الاول، تمام. الدفاع برضه مقلق خالص، يعني فاهمني. هما الرجاله اللي عجبني برضه في الدفاع اكتر واحد هو احمد عيد اللي هو وقف، فاهم، عبد الصمد الزلزولي. واحمد عيد يعني انا مش عارف الناس مقيماه اصلا بطريقه غريبه، اصلا مش عارف ستة برغم ان هو مصاب. يعني حط في دماغك اللي هو اتصاب في الشوط الاول، خد خبطه غشيمه كده، مش قادر يقوم، بس قادر بيكمل، الراجل بيحاول. حتى هو بيبين لك اللاعب المصري ما بييأس، يعني حتى على طريقه كلام عصام الشوالي، يعني الحمد لله، يعني قال كلمه حلوه، قال لك الدنيا كويسه للاعب المصري، اللي هو ايه، عمره ما بييأس. لما دخل الجون التعادل خلاص، هو كده كده انت باين. ما بقى ده المغرب، يعني فاهم، هو ما كانش خطير بس كان بيستحوذ. والكرات العرضيه والشوط ده، فاهم، لازم تاخد بالك منه. بالرغم اللي انت ايه شايط، والمشكله اللي كان بيسدد جامد خلاص اتطرد، تمام. اللعيبه ابتدت تقلق، وكان في كور عشوائيه وبتاع، وتخليك اللي هي يعني باين قوي اللي فيه هرجله شويه. بس اللاعب المصري ذات نفسه ابتدى يرجع شويه، اللعيبه ذات نفسها، اسف، اللعيبه ذات نفسها ابتدت ترجع، وابتدت تحس ان الماتش ليها وكان فيها وكده. بس انت نصيبك، واللي ضيع يا معلم يستقبل. وانت كان طريقتك دي ما تخلكش اللي انت يعني فاهم تقدر تكمل كبدني، واللي يقدر يستحمل في البدني المغرب. وده اللي مضايقني بصراحه، يعني انت فاهم لما دخل الجون التاني ابتدى بقى الكلاحه بقى، وانت عارف انت اصلا انا اصلا مش عايز يخش الجون التاني ليه؟ عشان الكلاحه. ودي حاجه مستفزه يعني هي المصلحه، بس احنا مفيش انا ما بشوفش حد بيعمل كده اصلا عامه، يعني غير في شمال افريقيا عامه بصراحه. انا ما بلاقيش غير في تونس يا في المغرب. يعني حتى يا راجل في الجزائر بلاقيها يعني مبلوعه شويه، واللعب بيبقى عشان انت اصلا فاهم ما دخلتش في اجواء الجزائر وكده. لكن انت اللي كنت بتحتك بيهم اللعيبه اللي في تونس، الفرق اللي في تونس والفرق اللي في المغرب. وده اللي بيكرهني، اللي انا في ايه، اللي انا ما بحبش العب في المغرب دي، بسبب الكلاحه دي، بسبب اللي انت يعني فاهم ما بتلعبش، يعني فاهم يعني خلاص جبت الجون التاني وكل حاجه خلاص ماشي الدنيا.
بس مفيش حد بيعمل كده، عادي خد الكوره وبتاع، مش لازم. بس هم حقهم يعني، انت ما تقدرش تتكلم كده فاهم. ما تقوليش اللي ده الجزء اللي مضايقك. الجزء اللي مضايقني سبب يعني فاهم، نفسنا يبقى زي فوز اللقجع، يبقى عندنا واحد كده في مصر، راجل يظبط الدنيا كده ويبقى ظابط وبيحب البلد بتاعته. برغم ان انت زعلان على البطولة دي بسبب ابراهيم عادل زعلان، والراجل يعني فاهم صعب عليا بجد. والله كنت هدمع، قسما بالله كنت هدمع لما شفته قاعد كامل كده. ويا رب يعني الاقي الصورة ممكن احطها على طول يعني على الحلقة. انا والله العظيم زعلت عشان هو عمل مجهود وكان شايل الفريق كله على كتافه، واللعيبه برضه كانت رجاله. بس المشكله انت فاهم الاجواء باينه قوي من اللعيبه اللي كانت في فرق فيها جماهيريه، واللعيبه اللي فيها الاستثمارات اللي هي زي ام بي وفيوتشر والدنيا دي. فانت لما تبص على كده ده يخليك اللي انت برضه تبقى حزين برضه، اللي انت فاهم مفيش جماهير. حتى فاهم انت لما بتلعب الاهلي ما بيبقاش في جماهير اللي هو قوي يعني فاهم، انت مفيش غير في افريقيا اللي بتلعبها. ف فهارد لك، وانتوا كنتوا رجاله. برغم ما تنسوش اللي احنا كنا رايحين باريس الاولمبي، ما اعرفش باريس بقى تتلغي ولا لا عشان اللي بيحصل ده دلوقتي فيها. بس ان شاء الله خير. وانا كنت هنبسط قوي والله عشان انتوا كنتوا فعلا تستحقوا البطوله دي، بس النصيب. السلام عليكم.